سماعتك جاهزة؟ طب يلا بينا. فيلم النهاردة بيبدأ مع نورة ووالدها طبيعي اللي هنختصروا الطب وهم بيتسلقوا جبل لحد لما بيوصلوا لقمته. بيحكي لها أبوها عن قصص خرافية عن عمالقة أو غيلان الأرض، ومن كتر ما بتكون حفظت القصة بتكون بتحكيها هي، وبتكون عن زفاف حصل زمان لغيلان الأرض. كان في 13 غول سكروا لغاية لما نسيوا الوقت وطلعت عليهم الشمس واتجمدوا تماما وكونوا الجبال اللي قدامها دي. وبتكون نورة مش مصدقة القصة لحد ما والدها بيقول لها تركز على الجبال بقلبها مش بعينيها، هي تؤمن بوجودهم. وبتعمل كده فعلا وبتشوف شكل وشوش الغيلان وبتقرب ان هي تصدق القصة. بمرور 20 سنة بتبقى نورة عالمة حفريات الديناصورات المحيط الأطلسي. بتكون الجامعة اللي هي تابعة ليها هتوقف تمويل المشروع الخاص بالحفر بسبب مرور 6 شهور بدون أي دليل على وجود الحفريات، لحد ما بتلاقي بالصدفة هيكل ديناصور في الأرض وبتنادي على زمايلها ييجوا يساعدوها. وفي مكان تاني بيكون فيه عمليات حفر لإنشاء سكك حديدية خلال الجبل، وبيبقى فيه مظاهرات لوقف الحفر وإنقاذ الطبيعة، وأثناء التفجيرات في كل النفق اللي المهندسين فيه وبيقع عليهم بسبب خطأ في المكان التفجير، وبيتم إخفاء الحادثة دي عن الإعلام. وبيكون فيه تصوير الحدث من طائرات حربية، وبيكون فيه أنصار كأنها آثار أقدام حوالين الجبل. وبسبب إنه مفيش حد قدر يفسر اللي بيحصل بيستدعوا نورة وبعض العلماء الجيولوجيا لتفسير اللي بيحصل. وبيتقال عن آثار التفجير الجبل إن هي كانت السبب في تحريك التربة من مكانها وانهيار السطح ده، وده اللي شكل الآثار دي. لكن نورة بتقول إنه واضح جدا إنها آثار أقدام، لكن كله بيضحك عليها، وخصوصا دكتور الجيولوجيا اللي مش مصدق إن في حاجة اسمها غيلان أصلا وإن دي تخاريف. حد لما بيتعرض فيديو المتظاهرة صورت الانفجار اللي حصل، وخلال التفجير ظهر غول عملاق هو اللي سبب اللي حصل ده، وبيكون كلام نورة هو الأقرب. وبتمنحها الوزارة صفة المستشارة العلمية لتحديد اللي حصل. وبتتحرك نورة ومعها أندرياس مستشار مكتب رئيسة الوزراء، وبيروحوا على أقرب موقع شهد الحركة الغريبة في الجبال، وبيبقى فيه بتتهز من مكانه وتدمر. وبيقابلهم في الموقع النقيب كريس من قيادة العمليات الخاصة، وبيحققوا مع سكان البيت اللي بيقولوا إن الجو كان مليان غيوم وبعدها ضلم فجأة، وإن الجبل هو اللي اتحرك وعمل كده، وإنهم استخبوا في البدروم بتاع البيت. ولما طلعوا لقوا البيت اتدمر وفي آثار لأقدام عملاقة. ونورة بتتحرك في اتجاه الآثار اللي بتختفي بعد 20 كيلو بدون أي أثر، وساعتها بتقرر إنها لازم تلجأ لوالدها وبتروح له. وبيكون والدها بقى كبير في السن وعايش في بيت منعزل، وأول ما بتدخل بتلاقي عنده كل الأخبار المتعلقة بالغيلان، وده لأنه الوحيد اللي مؤمن بوجودهم. وبتعرض عليه مقطع التفجير بتاع الجبل وبتوريله الغور اللي ظهر، وبيقول لهم إن الغيلان كانت موجودة فعلا قبل 1000 سنة، وإن المتسبب في ده كله هو غول منهم، وكلهم اختفوا من الوجود بسبب انتشار الكنائس. لكن بتقطعوا نورة لأنها مش فاهمة إيه علاقة الكنائس بالغيلان، وبتقوله لازم يتكلم كلام معقول لأنهم لو موجودين فعلا كان زمانها لقت حمضهم النووي في الجبل. وبيطلب منهم طوبايس ان هم ياخدوه المكان اللي اختفى عنده الاثر. وبيظهر اختلاف نورة مع والدها لانه دخل السجن فتره بسبب ابحاثه وده عن الغيلان والارض. ايمانه الغريب بوجودهم لدرجه ان هو اتقال عليه ان هو مجنون. وبيكون توب متاكد ان في حاجه غلط بتحصل في موقع الغيلان، الاختلاف التضاريس عن اللي معاه في الخريطه. وبيفضل يدور في المكان ومعاه نورة لحد ما الجبل بيتفتح عينه بيتحرك من مكانه وبيتحول لغول عملاق، وبيجروا كلهم قبل ما يقتلهم وبيصوروه عشان يوروه لرئيسة الوزراء. وبيوصلوا عند المقر القيادة بتاع كريس عشان يتواصلوا مع رئيسة الوزراء، وبتحاول نورة تشرح لهم الكائن اللي هم شافوه ده بطريقة بسيطة، لكن والدها بيقول لهم انه غول حجري عملاق حقيقي، وان الغيلان حقيقية مش أسطورة، وانهم كانوا فاكرين ان الطبيعة مش هترد على التدميرات اللي بيعملوها فيها، ولان كلام طب مش منطقي مش بيصدقوه وبيخمنوا انه ممكن يموت عادي. وبيتم اسناد المهمة للقوات المسلحة للقضاء عليه فورا. تحاول نورة ان هي تقنع كريس انه ياخدهم معاه عشان يراقبوا اللي هيحصل من بعيد وبدون اي تدخل ومن غير ما حد يعرف من رئاسة الوزراء والا هيحصل له مشاكل كبيرة. فبيطمنوا طب انه كده كده هيموت قبل شروق الشمس لانه مهمته هتفشل. وبيتم الوصول للمكان المحدد لتجهيز الاسلحة والدبابات، وبيخلصوا تجهيز كل حاجة وبيستنوا الغول يظهر. واول ما بيظهر بياخدوا الامر من الرئاسة ان هم يضربوا عليه النار، وبيضربوا صواريخ ورصاص لكن مفيش اي حاجة بتأثر عليه. فبيبدأ هو بتدمير الدبابات والعربيات بكل سهولة، وبيمسك الجندي المصاب بياكله قدامهم، وكلهم بيحاولوا ان هم يهربوا من الموقع ما عدا توب اللي بيقف قدام الغول وبيحاول ان هو يتواصل معاه. وفعلا الغول بيبدأ يهدى شوية لحد ما جندي بيضرب عليه نار فبيبدأ يتعصب من تاني وبيجري فبيضرب توب
فبتجري عليه نورة عشان تلحقه، فبيقول لها ان هي لازم تؤمن وتروح القصر او الملك. فبتكون نورة مش فاهمة اي حاجة، فبترجع نورة على المقر وبتكون مش فاهمة سبب اللي بيحصل ومش فاهمة اي سبب لظهور الغول، لان مفروض ضوء الشمس بيخليه يتجمد. وبتفضل تقرا في مذكرات والدها يمكن تلاقي حل للي بيحصل. فبتلاقي رسومات وكلام قديم كده بيقول ان الغيلان كانوا ضد التدين وبيكرهوا صوت اجراس الكنايس، وانهم ممكن يتحكموا في مسار الغول من خلال صوت اجراس الكنايس. وبتحط نورة خطة وبتعرضها على مكتبة رئاسة الوزراء، اللي بيوافق بسبب انه مفيش اي اسلحة بتأثر فيه. فبتكون الخطة هي وضع الاجراس في الطيارات والاقتراب من الغول لتحديد مسار ليه قبل ما يقرب على المدن. وبيكون الغول وصل لحديقة عائلية على اطراف المدينة، وبيوصلوا ليه وبيستخدموا الاجراس ضده فعلا، وفعلا بتأثر عليه وبيحاول يدمرهم. بيكون السبب في تدمير 3 طيارات من أصل 4. وقبل ما الطيارة تقع على طفل في الحديقة بيمسكها الغول وبيرميها بعيد. الله على أخلاقك يا غول. وخطة نورة بتفشل وبيبقى الغول في طريقه ناحية العاصمة. وبتحاول نورة ان هي تقنع رئيسة الوزراء انهم لازم ياخدوا وقت في دراسة الغول قبل ما يتحركوا ضده، لكن رئيسة الوزراء بترفض بسبب فشل خطتها الأولانية، وبتأمرها ان هي تغادر المقر فورا. ولما بيشوف اندرياس تصرف رئيسة الوزراء بيتنازل عن منصبه وبيغادر المكان. وبتتجه رئيسة الوزراء لإدلاء تصريح بإخلاء العاصمة فورا، لأن الغول في طريقه ليها ومفيش أي حل قدامهم غير استخدام كل الأسلحة عليه. وبيبدأوا الإخلاء، وبيكون أندرياس ونورة في طريقهم، وبتشوف نورة اسم شخص يدعى سينج وفي مذكرات أبوها والملقب بحامي البوابة. فبيقول لها أندرياس إنه يعرف شخص اسمه سينج شغال في القصر الملكي. وساعتها بتفهم نورة قصد والدها لما كان قال لها القصر الملكي أو الملك، وإن قصده إن القصر الملكي فيه حل للي بيحصل. وبيتحركوا فورا على هناك عشان يقابلوا الشخص اللي اسمه سينج. وبيوصلوا وبيتعرف الشخص على نورة بسبب ان هي شبه والدها، وبيقول لها انه توقع زيارتها عشان تعرف السبب اللي بيحصل. وبيقول لها ان اللي هيوريه لها ده قليل، بس ده هو اللي يعرفه وشافه. وبيقول لهم ان القصر الملكي اتبنى على مكان قصر تاني وما كانش خاص بالبشر انما كان خاص بالغيلان، وانه توب اكتشف ده كان لازم يبعدوه ويقولوا عليه مجنون عشان محدش يصدقه. وبيشوفوا هياكل عظمية ضخمة. وبيقول لهم انه زمان حصل مجزرة للغيلان واتقتلوا كلهم وفضل واحد بس اتحبس في الجبل وما قدرش يخرج ابدا، لانه لو خرج في اشعة الشمس المباشرة هيتجمد. فبتقوله نورة ان الغول ده طلع وانه كان قادر يتحرك عشان الغيوم واشعة الشمس المباشرة ما وصلتش للغول، عشان كده كان قادر يتحرك في ضوء النهار. وبتكتشف طريقة لوقف الغول قبل ما القوات المسلحة تقصف الغول بأقوى صاروخ عندها واللي هيدمر المدينة كلها. وبتطلب فعلا المساعدة من كراس عشان تنفذ خطتها. وبيلجأ أندرياس لزميلته اللي موجودة في المقر عشان تأخر إطلاق الصاروخ، وبتنجح في تعطيل النظام وإطلاق الصواريخ في الطيارة. ومن خلال اختراقهم بجهازها بتقدر نورة إن هي تنقل جمجمة عملاقة على العربية علشان تجبر الغول إن هو يجري وراها، عشان الغول عارف إن الجمجمة دي خاصة بقبيلته. لحد لما بتطلع على الرصيف بالغلط والجمجمة بتقع من العربية، وبيمسكها الغول وبيبان عليه إنه هو حزين بسبب موت كل قبيلته، وبتقع منه الجمجمة على الأرض وبتتدمر. فبيجري الغول ورا نورة عشان ينتقم من اللي حصل. بيفضل يدمر كل مكان بيمشي فيه. بتحاول نورة تبعد عنه على قد ما تقدر وتوصل للمكان اللي بلغت بيه كريس ان هي هتستدرج الغول ليه. بتكون زميلة اندرياس مسيطرة على النظام ده لما بياخد باله حد من الموجودين ان هي الوحيدة اللي بتعمل حاجة على اللابتوب بتاعها، بياخدوه منها بالعافية وبيتم القبض عليها بسبب مخالفة الأوامر. وبترجع الطيارة وبيجهزوا لإطلاق الصاروخ على الغول، وبيكون كريس موجود في مكانه ومجهز أشعة شبه أشعة الشمس عشان يعرض الغول عليها. واول لما بيشغلوها كلها وبيتعرض ليها بتتحجر رجله في مكانها. وبتنجح خطة نورة لكنها بتحس بذنب لانها كده بتعذبه، فبتقرر ان هي تقفل المولد الرئيسي للكشافات وبتروح تحت رجل الغول وبتطلب منه انه يرجع الجبال ان هي مش قادرة تأذيه. وقبل ما الطيارة تضرب الصاروخ بتكتشف وجود مدنيين في المكان، فبيؤمر الجنرال بوقف اطلاق الصاروخ، لكن الدكتور بيفضل يقول لازم الصاروخ يتضرب وبيفضل يزعق فيهم لحد لما زميلة أندرياس بتضربه عشان يسكت. يتم وقف أوامر إطلاق الصاروخ، وبتحاول نورة إن هي تقول للغول إن هو يرجع الجبهة. بيكونوا جا وقت شروق الشمس وبتيجي أشعة الشمس عليه وبتحوله لحجر وبيقع قدام نور وبيموت قدامها. وبتكون خطة نورة نجحت في وقف الغول وأنقذت المدينة كاملة. تفكر إن هي تسمي جسم الغول اللي تحول لصخرة اسم صخرة توبايس، وبتجيلها رئيسة الوزراء عشان تشكرها بنفسها على تصرفها الشجاع ده لإنقاذ المدينة. وبيسألها أندرياس إذا كان في غيلان تانية في الجبل ولا لأ،
وبيظهر عليها الحماس ان هي تدور عليهم وتكمل ابحاث والدها، وبتظهر حركة في قلب الجبل اللي تم تفجيره. التفجير اللي حصل كان بداية ظهور الغيلان على الارض من التاني. وبكده يكون خلص فيلمنا النهارده. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتشوف الافلام اللي جايه. كتب السكريبت محمد انور، وسجله ومنتجه انا سلمى محجوب.